هنعمل النهاردة أكلة حلوة قوي، من أحب الأكلات لقلبي، سهلة وسريعة، تنفع في الغدا وفي العشاء، وتنفع كمان حلوة قوي في العزايم. هسمي الله وهجيب معايا معلقة كبيرة سمنة ومعلقتين زيت، وهنزل ب3 بصلات وسط. هشوح البصلاية كده لحد ما تاخد معايا لون ذهبي كده، وبعد كده هنزل عليها بنص كيلو لحمة مفرومة، وهقلب كده اللحمة لحد ما تتشوح وتاخد لون معايا. بعد كده هنزل عليها بالتوابل، ملح وفلفل وبهارات وقرفة، وهقلب. وبعد كده نزلت بنص فلفلايه حمراء ونص فلفلايه صفراء، المفروض كمان فلفل اخضر رومي بس انا ما كانش عندي. شوحتهم مع بعض وضفت عليهم نص كوبايه ميه، وقفلت الغطا وحطيتها على نار هاديه لحد ما تستوي. الخليط بقى بتاع الجلاش اللي هيطلعه معاكم زي الفطير مش الجلاش، وده الجديد: نص كوبايه حليب، نص كوبايه زبده سايحه، 4 معالق كبار زبادي، بيضه، ملح وفلفل، معلقه صغيره بيكنج باودر. احنا معتادين ان احنا بندهن الجلاش بسمنه وفوق الوش بنحط بيض ولبن، لا دي طريقه جديده خالص هتطلع معاكي الجلاش زي الفطيره، هتطلعه معاكي تحفه. اضافه الزبادي والبيكنج باودر هيخلوه روعه، وان انت كمان تدهني الورق بالخليط كله، يعني مش بسمنه بس ونحط البيض واللبن زي ما بنعمل، لا خالص، هتدهني الورق كله بالخليط ده. هدهن كده 3 ورقات فوق بعض، يعني انا هعمل رول الجلاش ب3 ورقات فوق بعض، ما تعملهوش ب2 عشان ب2 بيبقى مش محمل وبيتقطع، ولو عملتيه برضو ب4 بيبقى تخين قوي. يعني افضل حاجه تعمليها واحسن حاجه تعمليها 3 ورقات. دهنت كده الجلاش بالخليط اللي انتوا شايفينه، وحطيت اللحمه المفرومه، وحطيت فوق الوش كده موتزاريلا، ولفيته كده رول زي ما انتوا شايفينه بالشكل ده. واحده كمان اهي برضو بنفس الطريقه، ال3 ورقات بالخليط التوريق اللي انا قلت لكم عليه، واللحمه والموتزاريلا. انتوا بس لو عندكم فلفل اخضر حطوا عليه فلفل اخضر بيبقى حلو قوي. خلاص خلصت كده، الكميه طلعت معايا، لفه الجلاش ونص كيلو لحمه طلعوا معايا 8 رولات جلاش. 8 رولات جلاش، وقطعت الواحده على 3، يعني طلعوا معايا بالظبط 24 قطعه. كميه حلوه قوي وطعمه حلو قوي. جبت كده الفلفل، بصوا قطعته من تحت كده، وحطيت فيه الكاتشب والمستردة. شايفين الشياكه؟ قعدته في الفرن بالظبط حوالي نص ساعه على درجه حراره 200. شايفين شكله؟ شايفين طراوته؟ تحسوا ان هو بصوا فطير مش جلاش. بصوا شايفين؟ طري وطعمه حلو قوي. الطريقه دي